تخيل نفسك اتولدت في جزيرة معزولة، مفيش أي حضارة، والناس اللي حواليك عايشين حياة بدائية. تفتكر حياتك هتبقى عاملة ازاي وقتها؟ ولكن ليه تتخيل؟ الموضوع حقيقي فعلا، لأن على جزيرة سنتينل هي دي حياة الناس هناك، حياة منزوع منها أي مظهر من مظاهر الحضارة، حتى على حاجات تافهة زي الهدوم. الناس هناك بتمشي من غير هدوم إطلاقا، ودي حاجة واحدة بس من الحاجات اللي ظاهرة لينا، لأننا ما نعرفش تفاصيل كتير عن حياة الناس اللي هناك. وأي محاولة من البشر إن هم يختلطوا بسكان الجزيرة بيخرج عليهم السكان بالأقواس والسهام، وبيبدأوا الهجوم ورافضين تماما أي وسيلة للتواصل. وده اللي مخلي حياتهم لغز محير ناس كتير، ومنهم كان جون بطل قصتنا النهارده، اللي قرر يروح يستكشف الجزيرة بنفسه في سنة 2018، وانتهى بيه المطاف مقتول على ايد سكان الجزيرة. اتولد جون ألين تشاو في سبوكن، ولاية واشنطن في أمريكا سنة 1991. حياته كانت زي أي شاب أمريكي، لكن كان عنده حاجة مختلفة. كان دايما مهتم بالقبائل المنعزلة عن العالم، وده خلى عنده شغف كبير بفهم الحاجات اللي محدش بيتكلم عنها. كان بيحب المغامرة بطريقة غريبة، مش بس عشان يسافر، لكن كمان عشان يتواصل مع الشعوب المعزولة في الأماكن النائية. جون كان مؤمن برسالته المسيحية بشكل كبير، وكان شايف إن هدفه في الحياة هو نشر الدين، مش بس في العالم المتقدم، لكن كمان في الأماكن البعيدة. وكان عنده إيمان قوي إنه لازم يوصل الرسالة دي لناس بعيدين عن الحضارة، زي الناس اللي في جزيرة نورث سنتينل. الجزيرة دي موجودة في خليج البنغال بين الهند وتايلاند، مساحتها 6 كيلومتر عرض و8 كيلومتر طول، وهي موطن لواحدة من آخر القبائل اللي لسه ما حصلهاش أي اتصال مع العالم الخارجي على كوكب الأرض. القبيلة دي معروفة في الغرب باسم السنتينلز، وتقريبا عددهم بيتراوح بين 50 ل 500 شخص. لكن في سبب يخلي تحديد العدد بدقة حاجة شبه مستحيلة، لأنهم عدوانيين جدا ضد أي حد يحاول يزور الجزيرة. أول حادثة حصلت ناحية الجزيرة كانت في سنة 1867، لما سفينة تجارية هندية اتكسرت على شعاب الجزيرة، والركاب اللي كان عددهم 106 اعتقدوا انهم نجوا بحياتهم، لكن الحقيقة كانت بعيدة عن كده. فجأة هاجمهم افراد القبيلة باستخدام قوس وسهام، وما كانوش هيقدروا ينجوا غير لما ردوا الهجوم بعصا وحجارة لقوها على الشاطئ. وبعد اسبوع من الحادث جت سفينة بخارية بريطانية انقذتهم، لكن قائد السفينة في تقريره وصف السنتينلز وقال هم في حالة بدائية تماما، عراة بشعر قصير وانوفهم مطلية باللون الاحمر، وكانوا بيفتحوا بقهم وبيطلعوا اصوات زي صوت البرق، وأسهمهم كانت مصنوعة من حديد. الفضول عن القبيلة دي خلى البريطانيين يرسلوا مجموعة من المسؤولين المسلحين في سنة 1880، واكتشفوا شبكة من المسارات وعدد من القرى الصغيرة اللي كانت شكلها مهجورة حديثا. وبعد كده لقوا 4 أطفال من السنتينلز وزوجين مسنين، وخطفوا المجموعة دي وخدوهم لمدينة بورت بيلر القريبة من هناك. لكن ما استمروش هناك كتير عشان كلهم مرضوا بسرعة جدا، والزوجين المسنين ماتوا، فخافوا ان الأطفال الصغيرة هي كمان تموت، وقرروا يرجعوهم تاني لجزيرتهم مع شوية هدايا. بعد 16 سنة من الحكاية دي هرب مجرم هندي من جزيرة أندمان على هناك، ووصل لجزيرة سنتينل الشمالية. وبعد مدة رجال من البحث قدروا يلاقوا جثته على الشاطئ، وكانت مليانة سهام حديدية. وفي سنة 1974 مجموعة من المصورين كانوا شغالين على فيلم، وقرروا ينزلوا على الجزيرة وتركوا شوية هدايا. في الوقت ده كانت أول مرة نقدر نشوف السنتينلز في الصورة، رغم إن في حملات استكشافية نزلت هناك قبل كده، لكن ما كانش في أي حد قدر يشوفهم. وسووا لهم جوز الهند هناك وسكاكين وقطع من القماش، وبعد كده قدروا يصوروهم لأول مرة. ومع إن أغلب الأمثلة اللي قلتها دلوقتي بتصورهم كقبيلة بدائية وشرسة، إلا إن في سنة 1991 وبعد 10 سنين من المحاولة، في عالم اسمه تيان عمل حاجة كانت مستحيلة. قدر يعمل أول اتصال سلمي مع القبيلة. بدأ في الأول يسيب لهم الهدايا وجوز الهند على الجزيرة كل شهر أو شهرين، واستمر السنتينلز في عدائيتهم ناحيته من البداية. لكن في 4 يناير سنة 1991 أخيرا القبيلة فهمت إنه جاي عشان يساعدهم. تيان وصف اليوم دوت في مقابلة في سنة 2000 وقال كتير من السنتينلز بدأوا يجروا على الشاطئ ويدخلوا المية تجاه القارب الصغير بتاعي، ومدير البعثة اللي كان معايا نط من القارب للمية، وكانوا السنتينلز حواليه، واحد منهم اداله جوزة الهند. وبعد أسابيع رجع تيان مع بعثة تانية، والمرة دي بعض رجال السنتينلز راحوا للقارب واخدوا أكياس جوز الهند اللي كان جايبها، وتيان كان لوحده في المية مع مجموعة منهم. وبعدها واحد من شباب القبيلة بص لتيان وسحب سكينة حديدية وعمل حركة كده كأنه كان بيحاول يقتله، ولكن تيان قدر يهرب منهم. التفاعلات ديت أثبتت إن التواصل السلمي مع القبيلة كان ممكن، لكن بعد وقت طويل جدا من بناء الثقة. وحتى بعد تعامل تيان الفريد معاهم، السنتينلز فضلوا محتفظين بعداوتهم مع أي حد غريب. على سبيل المثال، بعد زلزال المحيط الهندي في 2004 اللي سبب أسوأ تسونامي في التاريخ، تم إرسال مروحية هناك عشان يشوفوا إذا كانت القبيلة نجت من الكارثة ديت ولا لأ. ولحسن الحظ السنتينلز كانوا بخير، لكن ردهم على المساعدة من الحكومة الهندية كان إنهم يرموا رماح وأسهم وحجارة على المروحية. وبعد سنتين في 2006 كان في رجلين في سن 48 وال 52 بيصطادوا سرطان البحر قريب من الجزيرة، لكنهم كانوا سكرانين لدرجة إن هم نايمين انفصل مرساة الملك
المركب وراحوا ناحيه الجزيره، وفي الصبح كان في صيادين تانيين شافوهم وقالوا ان هم كانوا بيحاولوا ينبهوهم لكنهم ما سمعوش، وممكن ده بسبب ان هم كانوا سكرانين. ولما وصلوا للميه الضحله ناحيه الجزيره السنتينلز هجموا عليهم وقتلوهم، وبعتت الحكومه الهنديه مروحيه عشان تسترجع الجثث، لكن بسبب عداء القبيله مفيش غير صوره واحده بس تم التقاطها. وبعد كده فرضت الحكومه الهنديه منطقه حظر بطول 5.6 كيلومتر حوالين الجزيره، ودوت اللي خلى الزياره ليها بعد كده غير قانونيه. كل الامثله دي بتوضح رساله واضحه جدا: ممنوع زياره جزيره سنتينل تحت اي ظرف. لكن للاسف جون ألين تشاو مفيش اي حاجه من الرسائل ديت قدرت تاثر فيه. خلال سنين مراهقته كان جون بيقرا كتب عن المبشرين المسيحيين والمغامرات اللي مروا بيها، واكتر قصه شدته كانت عن شخص اسمه جيم إيلوت. جيم إيلوت ومعاه 4 امريكيين تانيين اتقتلوا على يد قبيله هوراني في الاكوادور سنه 1956. كان جيم إيلوت في الحقيقه من نفس المنطقه اللي جون جاي منها، وكان جون شايف نفسه شبهه تماما. وزي ما كان جيم حاطط عينه على قبيله هوراني في الاكوادور، كان جون حاطط هدفه على قبيله السنتينلز. ولما كان جون عنده 17 سنه كان عارف كويس قوي هو لازم يعمل ايه عشان يحقق هدفه، وكان دايما بيقول للناس ان سفره لجزيره نورث سنتينل كانت دعوته وكانت رسالته في الحياه، وكان بيفكر فيها بالطريقه دي ان حياته كلها متكرسه للمغامره والعباده. وقعد سنين كتيره من حياته كان مهتم بالقبائل اللي زي السنتينلز، وفكره ان هم ما سمعوش عن الديانات كانت هي الدافع ليه عشان يروح في الرحله دي. اللي حصل مع جيم إيلوت ولقائه مع قبيله هوراني في الاكوادور، وكمان كل المواجهات العدوانيه مع السنتينلز في الماضي، ما كانوش بيقلقوا جون ابدا. في الحقيقه جون كان شايف الموضوع دوت عمل بطولي، وكان بيعتبر جيم إيلوت بطل كان بيحاول ينقذ قبيله كامله من الهلاك. اما والد جون فكان متضايق جدا من خطط ابنه انه يروح لهناك، لكن بعد ما اتخرج جون من المدرسه الثانويه دخل على الجامعه عشان يدرس التربيه البدنيه والصحه، وكان بيفكر في مهنه الطب، او على الاقل ده اللي كان بيقوله لوالده. والده كان مصدق كلامه في البدايه وبدا يقتنع ان خطط جون ديت مجرد احلام، لكن خلال الوقت دوت كله حب جون للطبيعه ومغامراتها ما اتغيرش. واتخرج جون من الجامعه سنه 2014، ومع الوقت الفاضي اللي بقى عنده قرر يكرس حياته للطبيعه، وعمل اول رحله لجزيره اندمان، وهي جزيره قريبه جدا من نورث سنتينل وموطن لكتير من القبائل اللي هناك اللي يعتبروا قريبين من البشر اللي في جزيره سنتينل. الرحله ديت كانت بتوري انه كان قريب جدا من تحقيق هدفه وتحقيق حلمه في زياره الجزيره. بعد كده بدا يقود رحلات استكشافيه كتير، وكل ده كان بيحصل وهو بيبني متابعين على الانستجرام. وبالنسبه لمتابعينه كان عايش الحلم، كان بيسافر في كل مكان، بيتصور سيلفي وبيظهر فيه الاوقات الحلوه اللي كان بيعيشها في رحلاته، لكن ما كانش بيظهر اي وقت صعب. ومع اول رحله ليه لجزيره اندمان في 2015 الناس شافوها على الانستجرام وكانها مغامره كبيره، شافوه هو بيتمشى وبيرتاح في الشواطئ وبيغوص تحت الميه، لكن ما افصحش العالم عن نيته الحقيقيه من وجوده في الجزيره دي او عن اللي هيحصل بعد كده في المستقبل. وفي تاريخ 4 نوفمبر لسنه 2018 في وقت متاخر من الليل قدر جون يقنع شويه صيادين مسيحيين يساعدوه عشان يوصل لجزيره نورث سنتينل. كل دوت كان غير قانوني تماما لان الميه كانت محميه من سفن الحكومه الهنديه. وبالفعل في صباح اليوم التالي كان جون ناوي يعمل محاولته الاولى للوصول للجزيره. الصيادين ما كانوش هيروحوا ابعد من نقطه معينه قريبه من هناك، فخلع جون ملابسه وركب قارب واتجه ناحيه الجزيره، وكان فاكر انه لو لبس بس ملابسه الداخليه السنتينلز هيحسوا براحه اكتر. وكتب في مذكراته وقتها: في يوم 15 نوفمبر لسنه 2018 حوالي الساعه 8:30 حاولت ابدا في التواصل معاهم، ورحت لهم هناك بقارب صغير وجبت سمكتين كبار، وبدات اشاور للبيت اللي شايفه. كنت على بعد حوالي 400 ياردة منهم، وسمعت اصوات ستات بتتكلم. بعدين شفت قاربين على الجنب وما كانش فيهم اي مجاديف، وحاولت امشي جنب اي قارب منهم، ولما قربت ناحيتهم شفت حركه على الشاطئ. خرج 2 من السنتينلز بسرعه جدا وكانوا بيصرخوا وكانوا شايلين قوسين وسهام مش مشدوده. لما قربوا مني اكتر صرخت باسمي: اسمي هو جون، انا بحبكم ودي شويه اسماك. ندمت شويه وبدات اخاف لما شفتهم بيشدوا السهام على الاقواس، واستمر السنتينلز يقربوا مني، ففكيت السمكه الكبيره ورميتها ناحيتهم، لكن السمكه بدات تغرق في الميه. في نفس الوقت ده كانت افكاري مشغوله على اني على وشك ادخل مدى السهام بتاعهم، وبدات ارجع شويه، لكن لما حاولوا يقربوا للميه عشان ياخدوا السمكه لفيت وشي بسرعه وبدات اتحرك باقصى سرعه ناحيه القارب. حسيت بخوف شديد، لكن في الغالب كنت حاسس بخيبه امل عشان هم ما قبلوش الهديه بتاعتي على طول. ودلوقتي اقدر اقول اني كنت على وشك اتعرض لسهم منهم، ومشيت ورميت معداتي كلها وشنطتي على جزيرتهم، ودلوقتي انا مستريح في القارب الصغير بتاعي، وهحاول تاني بعدين، هسيب هدايا على الشاطئ وفي الصخور بعد كده. وفي وقت تاني من نفس اليوم حاول جون تاني مره يوصل للجزيره، وكتب برضه في مذكراته: في يوم 15 نوفمبر 2018 تم اطلاق سهم عليا من السنتينلز، لان بعد المواجهه الاولانيه رحت اصطاد شويه سمك وقدرت اصطاد 2 كبار، وبدات اتجه ناحيه الشاطئ الشمالي للجزيره، ومع اقترابي منهم سمعت هتافات من الاكواخ، وحاولت احافظ على مسافه امنه بيني وبين السهام. ولما بداوا يصرخوا عليا حاولت اردد كلماتهم مره تانية، وفجاه انفجروا في الضحك، وانا وقتها ما كنتش اعرف اذا كانوا بيشتموني او لا. وبعد كده 2 منهم رموا اقواسهم واخدوا القارب الصغير اللي كنت باعت فيه الهدايا ناحيتهم، وانا حاولت احافظ على مسافه امنه بيني وبينهم وسبت لهم السمك والهدايا، ولكني لاحظت ان هم سحبوا القارب وسابوا الهدايا اللي كانت حواليها في الميه، وكانوا بيقربوا مني تاني. بعد كده جالهم طفل وشابه من وراهم وكلهم كانوا شايلين اقواس، ورغم محاولاتي ان ابين لهم اني مش هعمل اي حاجه وحشه السنتينلز
ما ادونيش اي استجابه. في اللحظه دي بدات الامواج تقوى، وكان القارب اللي انا راكب فيه بيقرب ناحيه الشاطئ. السنتينلز شافوا ده وكانوا بيمنعوني اطلع. بعد كده في طفل صغير كان ماسك قوس بدا يقرب مني بشكل مباشر، وفجاه انا حسيت انها النهايه، فقررت ابدا اتكلم معاهم تاني، ونزلت من القارب على الشاطئ عشان اوريهم اني انسان زيهم بالظبط. وكنت على وشك اقابل راجل غير مسلح منهم، وكنت عايز اديله الهدايا، لكن قبل ما انجح في اني اوصل له الطفل رمى سهم ناحيتي، واخترق السهم الكتاب المقدس اللي انا كنت شايله. في اللحظات الحركه ديت بعد ما جون اتصاب بالسهم كتب في مذكراته وهو بيستعيد وعيه من الالم والخوف. الضربه على الكتاب المقدس كانت صعبه، كان راس السهم معدني ورفيع وحاد جدا، وتركوني السكان في حالتي ديت وسابوني على الشاطئ. حاولت اسبح اكتر من ميل عشان اقدر اوصل للمركب بتاعي، وبالرغم ان دلوقتي مش معايا اي حاجه من امتعتي ولا حتى الشنطه بتاعتي اللي كان فيها كل حياتي الا ان انا لسه عايش. كان قراره وقتها هو المحاوله تاني في اليوم اللي بعده، وكان فاكر انه لو راح المره دي من غير ما يكون في قارب صيد ممكن السنتينلز يحسوا براحه اكتر. كان فاكر ان وجوده لوحده هيهدئهم، او يمكن كانت المحاوله ديت هتخليه يمنع عيونه عن الصيادين عشان محدش يقدر يلاحظ وجوده، خوفا من انهم يعرفوا ايه اللي هيحصل له هناك او يسلموه للشرطه الهنديه. ووقتها كانت اخر حاجه اتكتبت في مذكراته، واللي اتكتبت يوم 15 نوفمبر في 2018، اللي بتوضح خوفه الشديد. كتب جون فيها: الخطه دلوقتي هي ان ارتاح وانام على القارب، في الصبح هنزل وامشي على الشاطئ نحو نفس الكوخ اللي كنت حاطط فيه الهدايا. انا خايف وكمان انا محبط ومش متاكد هل يستاهل ان امشي على رجلي عشان اقابلهم. انا مش عايز اموت. هل هيكون من الحكمه ان امشي واسيب حد تاني يكمل؟ ما اظنش. انا كده مش هقدر ارجع بيتي تاني لاني فقدت حقيبتي وجواز سفري، ويبدو ان البقاء هنا يعني الموت المؤكد. ومع ذلك في تغيير واضح في اللقاءين اللي حصلوا في يوم واحد بس. وقف يشوف غروب الشمس وكتب: انا بشوف غروب الشمس دلوقتي جميل جدا، وبدا يعيط وبيقول: انا بسال نفسي اذا كان دوت اخر غروب شمس هقدر اشوفه ولا لا. انا ما حسيتش قبل كده بالحزن والالم ده. ليه لازم طفل صغير يطلق عليا سهم؟ صوت الطفل العالي لسه سامعه في ودني لحد دلوقتي. كانت ديت اخر كلام كتبه في مذكراته، اللي كانت بتعكس الصراع الداخلي الكبير اللي جون كان بيعاني منه بين ايمانه العميق ورغبته في نشر رسالته، وبين التحديات والمخاطر اللي كان بيواجهها في الجزيره. وبالرغم انه كان عارف ان فرصه بقائه على قيد الحياه لو رجع للجزيره مره تانية كانت قليله جدا، لكنه اختار المخاطره مره تانية لان ديت كانت غايته في الحياه. وفي صباح يوم 16 نوفمبر كانت ديت اخر مره يتشاف فيها جون وهو حي. طلب من الصيادين ان هم يسيبوه لوحده وهو هياخد مركب صغير ويتحرك ناحيه الشاطئ لوحده. وراح جون واتاخر جدا، وقرر الصيادين ان هم يروحوا يشوفوا ايه اللي حصل هناك. ولما قربوا ناحيه الشاطئ شافوا رجال من السنتينلز بيشيلوا جثه جون وبيحاولوا انهم يدفنوها. من غير اي اختيار تاني راح الصيادين للسلطات عشان يبلغوا ايه اللي حصل، وتم اعتقال كل الصيادين الخمسه اللي ساعدوا جون بسبب تصرفاتهم الغير قانونيه. واعلنت المحكمه ان جون اتقتل، وتم فتح قضيه للتحقيق في الحادث اللي حصل. لكن بعد مناقشات طويله تم التواصل ان مفيش اي فايده من اعتقال او محاكمه السنتينلز على مقتل جون. وبعد وفاته المأساويه تصدرت قصه جون عناوين الصحف العالميه، وتم انتقاد تصرفاته بشده، مش بس عشان كانت بشكل غير قانوني لكن كمان عشان وجوده على الجزيره كان ممكن يغير طريقه حياه السنتينلز اصلا. في الاعلام تم تصوير جون كانه كان متجول جاهل او حتى شاب مغرور بيحاول يظهر كبطل، وتم تسليط الضوء على ان جون كان غبي جدا لانه كان ممكن يعرض سكان جزيره سنتينيل لفيروسات من العالم الخارجي اللي ممكن تكون قاتله، خاصه ان هم ما تعرضوش لاي حاجه خارج الجزيره، مجرد فيروس بسيط زي البرد العادي اللي كل سكان العالم اخذوا تطعيمات ضده، لكن هم لا، كان ممكن يقتلهم بكل سهوله ويتسبب في دمار القبيله كلها. وكتير من الناس بيعتقدوا ان جون كان تم غسل دماغه لدرجه الوهم، خاصه لما نفكر في حقيقه انه ما كانش عنده وسيله حقيقيه للتواصل مع القبيله، لان القبيله ما بتتكلمش اي لغه مشابهه للغات بتاعتنا حاليا. في الايام اللي بعدها نشرت عائله جون بوست على حسابه في الانستجرام وقالوا فيه: احنا عرفنا مؤخرا من تقرير غير مؤكد ان جون اتقتل في الهند وهو كان بيحاول يتواصل مع افراد قبيله السنتينلز. مفيش كلمات تعبر عن الحزن اللي حسينا بيه بسبب التقرير ده. جون كان الابن والاخ والعم والصديق المقرب لينا، وكان عنده حب كبير جدا لشعب السنتينلز، واحنا كعيلته بنطلب منكم التفهم والاحترام ليه ولينا في الوقت ده، وشكرا ليكم عائله تشاو. وبعد 3 شهور انتقد والد جون الدين المسيحي بسبب وفاه ابنه، وقال: لو عندكم اي حاجه ايجابيه تقولوها عن الدين فانا مش عايز اشوفها او اسمعها. ولحد دلوقتي محدش قدر يسترجع جثه جون ابدا، لكن السلطات الهنديه حاولت في اكتر من مره، وفي بعض الاحيان لما كانوا بيقربوا من الجزيره كانوا بيشوفوا افراد القبيله واقفين حراس على الشاطئ مع الاقواس والسهام، وتم اعتبار ان اي جهد مبذول عشان يسترجعوا الجثه هيكون خطر جدا على السنتينلز، وعشان كده الجثه اتدفنت على الجزيره في المكان اللي مات فيه جون. ولحد النهارده بيشوف كتير من الناس ان دفن القبيله لجون كان علامه احترام، وبيقولوا ان دوت بيثبت ان عنفهم كان جاي من مجرد خوف بدل من مجرد العدائيه والكراهيه. وبعد فتره من التحقيقات قررت السلطات الهنديه تقفل القضيه، ولحد دلوقتي ما قدروش يستردوا جثه جون. وبس كده، ده كان نهايه فيديو بتاعنا النهارده. لو عجبتك الحكايه ما تنساش اللايك والشير وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو عندك اي افكار لفيديوهات تانية حابب اننا نتكلم عنها يبقى اكتبها لنا تحت في الكومنتات، وما تنساش تفعل لنا زر الجرس عشان كل يوم خميس بينزل فيديو جديد على القناه. وبس كده، ما تنساش تصلي وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفك الفيديو الجاي. سلام. باي باي.